طلب المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم الحسين عموتة كل التوقعات بالوصول بالنشامة للمباراة النهائية. هذا الإنجاز دفع المحللين والمتابعين إلى إعادة النظر في تقييمهم للمدرب بعدما تمكن من فرض أسلوبه وكسب معركته مع المشككين بقدراته التدريبية. اليوم أنت كإعلامي أو جمهور أو متابع بتحكم على النتائج، يعني لا يمكن أن تعلم بالغيب، فكانت النتائج غير مطمئنة حتى قبل البطولة. معظم المحللين والنقاد الأردنيين والعرب توقعوا أنه منتخبنا يكون حده الأعلى دور 16. تواجد النشامة للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية أكبر دليل أنه عموتة إن شاء الله قادر بالوصول إلى النشامة، إلى الحلم الأكبر اللي بعتقد الآن أنا أنه هو التواجد في مونديال 2026. بات عموتة الذي تعرض لانتقادات شديدة خلال مرحلة إعداد المنتخب للبطولة رمزا للإنجاز التاريخي الذي حققه مع النشامة في كأس آسيا 2023، رغم أن أحدا لم يتوقع أن منتخب النشامة سيبلغ ما وصل إليه الآن. كابتن كبير، والضغط اللي صار عليه كمان ضغط كبير بحكم الطريقة وبحكم المباريات الودية اللي ما قدمنا فيها يمكن نتائج، بس بالنهاية هو كان عارف ايش بده، والدليل انه احنا هلا موجودين بنهائي آسيا. المباريات الودية مش مقياس لمباريات رسمية. المباريات الودية يعني انت بتلعب مباريات ودية عشان تشوف شو المشاكل اللي عندك، شو النقص اللي عندك، شو الخلل اللي بيعاني منه الفريق، وهذا اللي دل في المباريات الرسمية. كابتن حسين عموتة ماشي في طريقة لعب الكل حاربه قبل البطولة، كانوا يحكوا انه 3-4-3 ما بتمشي مع فريقنا، ولكن الكابتن حسين عموتة بصراحة اثبت انه مدرب كبير. الانتقادات للمدرب رسمت مشهدا ضبابيا، وهوجم الرجل مرارا وتكرارا مع كل إعلان عن قائمة للمنتخب رغم التزامه الصمت في مؤشر يدل على الثقة بالنفس وبلاعبيه. لكن نتائجه في المباريات التجريبية أوصلت المشككين لهذه الصورة التي تمكن من محوها بالخبرة والتخطيط السليم لكل مباراة. استعجل الشارع الأردني بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص في الحكم على عموتة من خلال مبارياته الودية، لكنه أصبح رقما صعبا ورمزا أردنيا بكل ما تعني الكلمة. محمد الجبور، BN سبورتس، عمان.